دي الحلقة التاسعة من سلسلة أدوية الأورام الهرمونية، وهنكشف فيها سر دواء الديكابيبتين. لو المحتوى الطبي بيهمكم ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة. سؤال غريب صح؟ إزاي دواء السرطان يخلي الأعراض أسوأ في الأول؟ الدواء ده هو الديكابيبتايل أو علمياً تريبتوريلين، والسر كله في طريقة شغله. مهمته الأساسية هي محاربة سرطان البروستاتا والثدي المتقدم، وكمان بيستخدم في حالات العقم. استراتيجيته بسيطة، بيجوع الورم عن طريق إنه يقلل هرمون الذكورة لأقل مستوى ممكن. بس الموضوع ده مش بيحصل على طول. في الأول بيحصل رد فعل عكسي ومؤقت. في الأول بيحصل تحفيز زيادة للهرمونات وده بيزود الأعراض، بعدها الجسم بيفصل خالص. أكيد تقليل الهرمون للدرجة دي له أعراض جانبية، أشهرها الهبات السخنة والإرهاق. طيب والجرعات؟ في منه حقنة شهرية وفي حقنة كل 3 شهور. الحقنة دي بتتاخد في العضل، وطبعاً لازم تكون في عيادة أو مستشفى. يعني باختصار الديكابيبتيل بيشتغل زي اللوسرين بالظبط، بيقطع الغذاء عن الورم. العلاج الهرموني ده سلاح ذكي جدا. ما تنسوش اللايك والشير عشان تتابعوا معانا كل جديد.